كمشاهد الفاضل، دعونا نعود مرة أخرى إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي لنشاهد هذا التيفو العالمي من طرف الجماهير في هذه الأثناء قبل مواجهة الديربي العاصمي بين الاتحاد والمولودية. إذن كما نتابع على المباشر بملعب 5 جويلية، الأنصار كالعادة يصنعون الحدث ومشاهد جميلة من على المدرجات، وهذه التيفوهات التي دائما ما تظهر في المباريات الكبيرة بملعب 5 جويلية الأولمبي من طرف الأنصار مختلف النوادي العاصمية هنا بملعب 5 جويلية الأولمبي، وخاصة في مباريات الديربي. إذا نتابع دائما، وعلى الجهة المقابلة أيضا أنصار اتحاد العاصمة أيضا هم يصنعون الحدث بهذه المشاهد الكبيرة جدا والجميلة والمنتظرة أيضا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالديربي العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. توابل الديربي العاصمي كلها اليوم حاضرة لمشاهدة مباراة عالمية، بما أنها تكون واجهة الكرة الجزائرية في كل موسم بملعب 5 جويلية الأولمبي الذي يبدو في أبهى حلة له. وطبعا اللاعبون في هذه الأثناء يدخلون ربما تباعا إلى أرضية الملعب تحسبا لانطلاق هذا اللقاء الذي سينطلق بعد حوالي دقائق فقط تفصلنا عن بداية هذه المواجهة المرتقبة بين اتحاد العاصمة المستضيف ومولودية الجزائر. المولودية متصدر للدوري ب 27 نقطة، لم ينهزم في أي مباراة إلا واحدة فقط. وطبعا فريق اتحاد العاصمة في أخذ ورد ولم يجد معالمه لحد الآن، ويعول كثيرا على هذه المواجهة لكي يحدث الوثبة وينعش مشواره في البطولة الوطنية المحترفة. إذن أجواء جماهيرية خرافية جدا. طبعا الصورة تظهر، نعم، إذا نذكر مرة أخرى هذه الأجواء تابعتموها على المباشر من ملعب 5 جويلية الأولمبي. أنصار اتحاد العاصمة في هذه الجهة المقابلة، تيفو عالمي نتابعه في هذه الأثناء من إنجاز أنصار اتحاد العاصمة خلال هذه الدربي. وطبعا في كل مرة هذه التيفوهات تحمل رسائل يبعث بها الأنصار من على المدرجات على طريقتهم الخاصة. كما نتابع على المباشر أنصار اتحاد العاصمة على ما يبدو في هذه الجهة، وتابعنا منذ قليل أنصار مولودية الجزائر من هنا. إذن منافسة في المدرجات، وهذا ما يضفي طابعا خاص على مباراة الديربي العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر في انتظار حوار الأقدام بين لاعبي الفريقين.